بعتوا تسألوني كتير كنت بعمل ايه في نص السنة التاني، فانا عملت الفيديو ده مخصوص عشان اقول لكم كل حاجة عملتها في 5 شهور ثانوية عامة، سواء كانت فادتني او غلطات اثرت عليا عشان ما تقعوش في نفس الغلطات، واحكي لكم كمان عملت ايه بالتفصيل من اول ازاي نظمت وقت ويومي لحد تنظيم المعلومات وترتيب المراجعات النهائية والحل كمان في اكتر من كتاب. فبسم الله ويلا نبدأ. اول حاجه حابه نبدا بموضوع النوم، وده انا كنت حريصه جدا اني ما اطولش عدد ساعات نومي يقوم ياثر عليا وما الحقش اذاكر، او اني اقلله ويقوم برضه ياثر عليا وعلى ذاكرتي واللي اعمله يروح على الارض. فكنت بنام من 5 ل7 ساعات على حسب اللي ورايا او ضغط اليوم، فكنت بنام من 9 او 10 بالليل واصحى 3 او 4 الفجر، وكنت قاسمه يومي نصين، نص للتاسكات اللي ورايا سواء حل جديد من كتاب تاني او اراجع قديم او في ديفكت معين في ماده معينه احاول اعالجه، وده كان بيبقى النص الاول من اليوم عشان ابقى فايقه وفريش كده، وفي نفس الوقت كده حاجه المدرسين هبقى مضطره اعملها، اما حاجتي انا وتاسكاتي انا ممكن لو الوقت زنق ما تتعملش، فكنت بعمل دي الاول عشان النقطه دي. كنت باخد بقى من الفجر للظهر ده مادتين او 3 حسب حجم الماده او الشغل اللي انا هشتغله فيه، وكنت ماشيه بالتكنيك اللي قلت لكم عليه في الفيديو ده، اللي ساعدني جدا جدا في المراجعات اللي هي قبل الامتحانات ووفر عليا وقت كبير، فلو ما شفتوهوش هسيبها لكم في الديسكربشن. من اهم الحاجات اللي عملتها اني تابعت مدرستنا، كنت على طول فاتحه القناه جنبي لاني ما كنتش عارفه المواعيد، وعلى فكره انا بالصدفه فتحتها من يومين ولقيتهم شغالين مراجعه وحل اسئله، فهتخسروا قوي لو ما شفتوش اللي بيقدموه. على الاقل لو مش فاضي تراجع هتلاقي حد يراجع لك ويحل معاك وياكد لك على النقط المهمه، والحلقه بتبقى نص ساعه، فيعني ممكن تاخدها ريست بين المذاكره. نرجع بقى لموضوعنا تاني. بعد ما كنت بخلص المادتين 3 اخد ريست من ساعه، ليه؟ عشان اعمل سيف للمعلومات وطاقتي ما تخلصش بدري بدري. You're doing it wrong. You're doing it all wrong. وعلى العصر ابدا تاني بقى واعمل مادتين او 3 برضه لحد ميعاد النوم. ومن الحاجات المهمه برضه اللي انا عملتها اني كنت بستثمر كل وقتي، يعني انا يا اما كنت نايمه يا اما في الدروس يا اما بذاكر. اوقات الزنقه كنت باخد اكلي واسمع قدامه محاضره او اراجع حاجه بعيني، المهم ما اضيعش وقت، والفتره دي مهم جدا جدا انكم تكثفوا جهدكم فيها، شغلوا وضع الزنقه اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو ده. برضه مهم جدا جدا ومن الحاجات اللي فرقت معايا اني كنت ماشيه على خطه، فلازم تبقى ماشي رسمي على خطه واضحه وما تسيبش الايام هي اللي تمشيك، لا انت اللي تمشي ايامك على مزاجك وتشتغل عشان ما عادش فيه وقت. ولو مش عامل خطه تقفل الفيديو ده وتعمل واحده. طب هعمل فيها ايه؟ تبدأ تحط هدفك انك تخلص المنهج على اخر 2 عشان تلحق تراجع، وانت بتخلصه تحاول ما تخليش اي بقعة مظلمة في المنهج عشان وانت بتراجع ما تعطلكش. حاجة بقى اللي غلطت فيها واتمنى ما حدش يقع في الغلط ده، ان في حاجات جيت في الاخر ومحلتش عليها، كنت هبدأ بيها في المراجعة وكده كده يتحل عليها، بس لقيت الحاجات دي ان انا ناسية منها جزء كبير واضطريت ان انا اخد لها وقت زيادة واقعد اذاكرها من الاول. فاوعى حد فيكم يذاكر وما يحلش، دي كارثة وكده هتضيع وقتك. والحاجه اللي عاوزاكم تعرفوها ان انا كان عندي تراكمات في الاخر برضه، وعلى الرغم من اني ما كنتش بنام الا لما اخلص اللي ورايا، بس برضه كان بيفضل في حاجات لتاني يوم وتتراكم. بس مع التنظيم كل حاجه بتتلم، فمحدش يقول انا راكمت ويبقى كده خلاص، لا، نظم وقتك وشد حيلك، انت عندك وقت، ويلا بسم الله ونبدا صفحه جديده. واهتموا قوي قوي بالفتره اللي جايه لانها اهم فتره في السنه، واي استهتار ممكن يضيع كل اللي انت عملته. بس كده، في رعايه الله، وما تنسونيش من دعائكم.